في اسم نبتة معينة لما اسمها بيتقال الناس كلها تحس انها بقت مبسوطة. ناس كتير بتقول عليها انها بسيطة، كل الناس بتشربها عادي. وخلي بالك هي مش ادمان، وخلي بالك برضو ان انت تقدر تبطلها في اي وقت، انت بس اللي مش عايز. طبعا ده الكلام اللي الناس اللي بتشرب الحشيش بتقوله. طبعا كل اللي انا قلته دوت مش حقيقة يعني، بس مش ده موضوعنا دلوقتي. الفكرة ان محدش بيبدأ وهو ناوي ان هو يدمن. الادمان بيختارك، مش انت اللي بتختار. وقبل اي حاجه الفيديو ده مهم. والله حلو. اللي هو ازاي نبات اخضر قدر يحول حياه ملايين من البشر، وازاي برضو ان اخطر حاجه فيه انه يخليك تحس ان مفيش خطر اصلا. عشان نفهم الموضوع تعال اخدك معايا كده في قصه صغيره، قصه شاب اسمه مثلا خالد. ولو انت اسمك خالد فانا مش قصدي عليك. خالد عنده 18 سنه. حد قال له خد جرب يا عم، مش هيحصل حاجه، جرب كده بس مره واحده. ويمكن كلمه مره ديت هي اخطر حاجه في القصه بتاعتنا، لان اغلب الحكايات اللي بنسمعها بتبدا من مره واحده. اول مره ما كانش فيه ادمان ولا انهيار ولا اي مشاكل، كان فيه ضحك وكان فيه هزار، احساس غريب كده بالراحه. عارف انت حلاوه البدايات ديت اللي هي ما بتكملش كتير؟ هي كده. وخالد رجع البيت مقتنع ان الناس هي بس كانت مقفره شويه، وان الموضوع طلع بسيط اهو، مش بالكبر ده يعني. بعد اسبوع خالد جرب تاني. امال انت فاكر ان الموضوع خلص ولا ايه؟ لا، جرب بعد اسبوع. ومش بس كده، خالد بقى كل خروجه يجرب. اللي هي كانت بادئه بجرب مره، وبعدها اي ضغط بقى يحصل لخالد سواء صغير او سواء كبير بيتجه للموضوع ده. بقى سبيله الوحيد انه ينسى كل حاجه بتحصل له هو النبات الاخضر ده. لحد اما خالد يا صديقي نسى هو بيشرب ليه اصلا. وده الفرق اللي عايزك تفهمه بين العاده والاعتماد. في الاول انت اللي بتختار، بعد كده هو اللي بيختارك. اغلب الناس فعلا بيتطوروا اعتمادا عليه. الاعتماد بيكون اعلى لو انت استخدمته في سن صغير، او انك تستخدمه بشكل متكرر. الاخطر من ده ان التغيير بيكون بطيء. انت مش بتنهار في يوم، لكن في حاجات صغيره قوي بتبدا ان هي تختفي. الشغف، التركيز، الالتزام والحماس. بتلاقي ان الواحد من دول بيقولك انا كويس، بس هو مش زي زمان. والعلم بيقول ان الحشيش ممكن يأثر على الانتباه والذاكره وسرعه رد الفعل اثناء تأثيره، وخصوصا لو انت بتستخدمه كتير كميات عالية. عارف ايه المشكلة يا صديقي؟ الحشيش مش بيسرقك مرة واحدة، هو بياخد منك حاجة صغيرة كل يوم، لحد اما في يوم هتبص لنفسك وتقول انا بقيت مين. يمكن تكون خسرت صحاب، يمكن ضيعت فرص كتير قوي في حياتك، علاقتك باهلك اتغيرت، مش لان الحشيش عمل معجزة، لكن عشان كل قرار كنت بتاخده كان بيبعدك اكتر. في ناس ممكن تقول لي دلوقتي انا اعرف ناس بتشرب وعايشين عادي، وده ممكن يكون صح. وجود شخص ما اتضررش مش معناه ان الخطر مش موجود. ممكن اصلا هو بيبين لك حاجه ومن جواه حاجه تانية. كل جسم مختلف وكل عقل مختلف، كل قصه مختلفه. الفكره مش ان الحشيش هيغير حياتك، الفكره انك ممكن ما تلاحظش ان هو بيغيرها اصلا، وده اخطر نوع من التغيير. في النهايه انا مش هنا عشان احكم عليك ولا اقول لك اللي بتعمله ده صح ولا غلط، لكن اللي اقدر اقوله لك لو في عاده بدات انها تتحكم فيك بدل ما تكون انت المتحكم، يبقى لازم تقف. ومش شرط الحشيش، انا بتكلم عن اي عاده عموما. وما تنساش ان لو الفيديو دوت خلاك تفكر لو دقيقه واحده، يبقى فعلا الفيديو ده مهم. ما تنساش تشاركه لغيرك، كمان تتابعني عشان تشوف الفيديوهات اللي جايه. اعمل لايك بالمره يعني، وتعليق يعني، مش هقول لك يعني. وبس كده يا صديقي، انا يوسف علاء، سلام.